دي بقى اللي ما نقدرش نستغنى عنها طول فصل الشتا. القراقيش هنعملها النهارده سادة وهنعملها بالعجوة بطريقة سهلة جدًا وبسيطة، مقاديرها موجودة عندنا، وعايزة أقول لِك طعمها وريحتها في منتهى الجمال، هشة جدًا وخفيفة، تنفع معانا بقى في الفطار، تنفع معانا في العشا، جاي لِك ضيف فجأة مع كوباية شاي، ما فيش أحلى من كده. وهاقول لِك إزاي التسوية بتاعتها تطلع معانا مضبوطة، وكمان العجوة كده ما تنشفش معانا وقت التسوية. فيالّا بينا بقى كده نسمي الله ونصلي على الرسول، بس يا ريت ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد معانا بإذن الله. ويالّا بينا نبدأ الوصفة. معايا النهارده كيلو من الدقيق، هضيف عليه رشه الملح الاساسيه، ومعايا معلقتين كبار كده من السمسم. انا النهارده مستخدمه دقيق متعدد الاستعمالات، ومعايا معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعايا معلقه وربع من الخميره. هضيف عليهم معلقتين كبار كده من السكر، ومعايا بقى الماده الدهنيه. الماده الدهنيه عباره عن كوبايه ونص. انا ضفت النهارده كوبايه من السمنه ومعاهم نص زيت، يبقى المادة الدهنية الإجمالي كوباية ونص. عايزة بقى تخليهم كوباية وربع مثلا سمنة وربع زيت، عايزة تخليهم مثلا تلات أرباع وتلات أرباع حسب ما تحبي. المهم الإجمالي كله يبقى كوباية ونص من المادة الدهنية. هبدأ أقلب كويس جدا. في الفترة دي بقى همسك الدقيق بتاعي كويس جدا ما بين ايديا كده وابدأ ابس. اسمها دي المرحلة دي اسمها هنبس الدقيق بالسمنة، يعني هغلف كل الدقيق اللي معايا ده بالسمنة كويس جدا. دي أهم مرحلة. ده كده بيكون شكل الدقيق بتاعنا بعد ما بسناه كويس جدا بالسمنه واتغلف كويس جدا. في الوقت ده هبدا انزل بقى كده بالماده السائله. معايا هنا كوبايه ونص من الحليب. هبدا انزل بقى بالتدريج، هنزل كده في الاول بكوبايه وربع، واسيب ربع كوبايه كده على جنب، هشوف هحتاجها ولا لا. هبدا اعجن بقى العجينه بتاعتنا. عايزه اقول لك عجينه القراقيش من اسهل العجائن اللي ممكن تعجنيها، هتتلم معانا بكل سهوله. انا النهارده ما استخدمتش العجان عشان عايزه اقول لك قد ايه هي سهله وبسيطه، تعمليها في نص ساعه تكوني مخلصه كل الكميه اللي نعملها النهارده. انا هنا بعد ما خلاص بدات اعجن، حسيت كده ان العجينه بتاعتي محتاجه لسه سوائل، فضفت بقيه الحليب اللي كان معايا. عايزه اقولك ان انا استخدمت النهارده كوبايتين الا ربع من السوائل. يبقى السوائل استخدمت هنا كوبايتين الا ربع من السوائل. زي ما اتفقنا كل دقيق بيختلف من التاني، ممكن انت ما تحتاجيش كل الكميه دي. العجينه بتاعتنا طريه جدا وسهله لمناها، وفي الوقت ده هسيب العجينه بس يا دوبك كده 10 دقايق على ما نجهز العجوه بتاعتنا. انا معايا هنا نص كيلو من العجوه، ضفت عليهم معلقه كده من السمنه، وابدا كده اقلبهم مع بعض. عايزه اقولك العجينه بتاعت العجوه بتاعتنا طريه جدا. لو العجوه عندك كانت في التلاجة وما هيش طريه، تقدري تدخليها الميكرويف 30 ثانيه تطلع معاكي طريه جدا. طب لو ما فيش ميكرويف، يبقى كده في طاسه كده على البوتاجاز مع معلقه كده من الميه، وتبداي تقلبيها لغايه ما تطرى معاكي. سبت بقى العجينه بتاعتي كده لمده 10 دقائق لغايه ما ارتاحت، وهبدا كده بقى انا مش هخمرها تخمير كامل لان هي لسه تخمر تاني. هاخد كده جزء من العجينه في الاول ده، هنعمل بقى القراقيش اللي هي الساده، وابدا كده الفها. الطريقه دي طريقه لف المخابز بتعملها بالشكل ده. في الاول كده مبرومها عشان تدينا في الاخر كده بعد التسويه هتحسيها كده هشه ونفشه من جوه. في الوقت ده هبدا بقى ابرمها، وبعد كده هبدا افردها. انا مش عايزه السمك بتاع العجينه بتاعتنا او بتاع القراقيش ما يكونش عالي قوي، يعني يكون متوسط، ما يكونش سميكه زياده عن اللزوم. وطبعا الفيديو موضح كل التفاصيل، مش محتاج ان انا اقول اي حاجه. الفيديو بتاعنا شرح نفسه بكل التفاصيل، مش محتاج ان انا اقول عنه اي حاجه. وعايزه اقول لك مش اسهل ولا ابسط من القراقيش، سهله جدا وبسيطه، مش تاخد معاك وقت. عايزه اقول لك في نص ساعه تكوني مخلصاها. ده كده شكلها بعد ما قطعناها. جيب بقى الصاج بتاعنا. الصاج طبعا مش محتاج يدهن ماده دهنيه لان القراقيش بتاعتنا فيها ماده دهنيه كافيه. هبدا ارصها بالشكل ده طبعا لانها لسه هتخمر كمان مره. تعالوا نعمل كمان قطعه كده من القراقيش الساده. ببدا افردها وبعد كده ببرمها بالشكل ده، وبعد كده افردها بالنشابه، وابدا بقى اقطعها. اهم حاجه السمك بتاعنا ما يكونش عالي قوي لان هي لسه تخمر كمان مره في الصاج، فما تكونش مرتفعه زياده عن اللزوم. هبدا اقطعها بقى بسكينه او اي مقطع عندي تبقى معانا بالشكل ده. انا هخلص بقى كل الكميه. انا هعمل النهارده صاج كده بالقراقيش الساده، وهكمل الباقي بالعجوه، عشان برضو اللي بيحب ده او بيحب ده يبقى معانا النوعين الاتنين. انا هخلص بقى كده الصاج بتاعي اللي بالاول كده اللي بالقراقيش الساده، وتعالوا بقى نعمل كده ايه اللي بالعجوه. في الاول كده بجيب العجوه بتاعتي وابدا كده ابرمها بالشكل ده. طبعا انا عجناها كويس جدا بالسمنه، وابدا افردها بالنشابه لغايه ما تبقى معانا بالشكل ده. هجيب بقى قطعه العجينه بتاعتنا وابدا افردها، وبعد كده هحط عليها قطعه ايه العجوه وابدا اقفل. هتقفلي بقى الطرفين كده على بعض، حتى لو جه جزء كده مثلا في جزء كده مش واصل له، بنبدا بقى نلحمهم كده مع بعض العجينه مع بعضها، ونبدا نضغط عليها لغايه ما تتقفل. وبعد كده بقلبها على الناحيه التانيه تتقلب معانا الناحيه التانية، وبعد كده نجيب النشابه بتاعتنا ونبدا نفردها كمان مره، بحيث ما يكونش فيه جزء كده يعني عالي عن التاني. هجيب بقى السكينه او المقطع اللي معايا وابدا بقى اقطع كده القراقيش معانا بالشكل ده. ده كده هتلاقي القراقيش بتاعنا العجوه بتاعتنا اتفردت كويس جدا بعد ما فردناها، لان في ناس كتير بتسالني ازاي العجوه مفروده كده جوه القراقيش، تبقى معانا بالشكل ده.
انا هخلص بقى كل الصاج اللي معايا كده مليته كده بالقراقيش اللي بالعجوه، وكده القراقيش اللي كانت بالساده كانت اختمرت، هتدخل الفرن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط، تطلع معانا باللون ده. بشغلها طبعا من تحت الاول، بعد كده بشغلها الشوايه. عايزه اقول لك يا جماعه الريحه مش قادره اوصف لكم، ريحتها خطيره بمعنى الكلمه، هشه جدا، طعمها وريحتها مش فيش اسهل ولا ابسط من كده. التسويه بتاعتها ممتازه، اللون بتاعنا خطير. تعالوا بقى نشوف كده القراقيش اللي بالعجوه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، شكلها بيتكلم عن نفسه، مش محتاجه اتكلم عنها بصراحه. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ شكلها بيتكلم عن نفسه، مش قادره اوصف لكم بقى عن جمال الريحه اللي كانت قلبة الدنيا. التسويه بتاعتها مظبوطه جدا، اللون خطير بمعنى الكلمه. طبعا العجوه بتاعتنا مفروده فرده كويسه، ماهاش معضمه ولا ناشفه معانا، طالعه معانا في منتهى الجمال، هشه جدا وخفيفه، مفيش احلى ولا ابسط من كده. عايزه اقول لك دي بقى هتسد معاكي بقى طول فصل الشتاء، كوبايه شاي بلبن كده او كوبايه شاي للولاد، تنفع معانا في فطار، تنفع معانا في عشاء بقى في سهرات الشتاء الجميله دي، خطيره بمعنى الكلمه. تقدري، عايزه اقول لك بقى ان تقدري تعملي منها كميه 2 كيلو 3 كيلو، هسيب لك برده المقادير بتاعتها، هشه وخفيفه. اتمنى تجربيها. اشوفكم على خير في وصفات تانية جايه جديده، بس يا ريت ما تنسوناش بقى في كومنت حلو منكم. مع السلامه.